السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم هنعمل جاتو شاتو. انا حطيت كوبايه سكر، بنفس الكوبايه برضه هحط كوبايه زيت وكوبايه لبن، نص كوبايه كاكاو خام. هنا بقى هبدأ ان انا اضرب فيهم. بصوا، هو شويه وهتلاقي اللون بقى واحد. هنزل بقى اللي في الجوانب ده علشان السكر يعني يدوب خالص وما يبقاش فيه تكتلات من الكاكاو كده. بصوا هنا انا بنزل كل اللي في الجوانب عشان ما يبقاش في اي اثر للسكر او الكاكاو. هبقى اضرب فيهم تاني لحد خلاص ما اتاكد ان الكاكاو خلاص مليش اي اثر. هنا بصوا بقى، انا هجيب حاجه كده ايه، يعني انزل منها بس شويه صغيرين، اخليهم على جنب لان هعوزهم قدام ان انا ازين بيهم. بصوا، انا شايفه ان دول كفايه. بقت عامله زي صوص الشوكولاته. هنا بقى انا جبت 2 بيضة. على فكرة ممكن تعمليها ببيضة واحدة عادي، مفيش اي مشكلة. هنا برضه هضرب تاني لحد ما اثر البيضة يروح خالص. بصوا، عودي نفسك، عايزة الكيكة تبقى ناجحة معاكي. ما تعمليش يعني خلي الدقيق لما تضيفي الدقيق ما تخليش مثلا في الكبة او المضرب او كده، يعني ما تضربيش والدقيق على الحاجة. ليه؟ خلي الدقيق لوحده علشان الدقيق ما يحلش معاكي. هنا بقى نزلتهم في البولة دي، هنزل تذكرتين فانيليا. المفروض انا كنت ممكن اضرب الفانيليا على البيضة في الكبة، بس انا ايه، نسيتها يعني وكده. هنا معايا كوباية ونص دقيق، رشة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. بصوا، معلقة صغيرة بيكنج باودر. انا خدت كمان حبة عشان المعلقة ما كانتش مليانة. بصوا بقى، تفضلي بقى بالمضرب اليدوي احسن. ليه؟ عشان الدقيق ما يحلش معاكي. ومش برضو يعني ما تضربيش كتير لحد بس ما تلاقي القوام مناسب معاك وخلاص، وتنزلي الجناب كده عشان ايه، انا شايفة ان القوام كده مناسب خالص. نزلي الجناب عشان ما يبقاش فيه اي اثر للدقيق معاكي. طبعا بقى انا محضرة الصينية دي، فما يعني بدهنها زيت بس او سمنة، بس انا عامة بعمله يعني بدهنها زيت كده بالفرشة وخلاص. بصوا، انا حاسة بقى في الوقت ده ان انا ايه، الصينية كانت كبيرة، فمش مهم برضو، انا مش هخلي السمك بتاعها يعني كبير وكده يعني مرتفعة جامد، هخليها مظبوطة. بصوا هنا بهزاها الزيتين خلاص، ما تحطوش فيها اي حاجة. بصوا هنا كانت خلاص طلعت من الفرن، وطبعا بتختبريها بخلة بأي حاجة موجودة عندك. كانت الخلة طلعت مظبوط خلاص، ما فيهاش أي حاجة، يعني استوت كويس. هنا بقى معايا تذكرة ونص، هحط تذكرة ونص بالظبط، يعني مش التذكرتين كمان. كريم شانتيه. طبعا ممكن تحطي لبن، نص كوباية لبن أو نص كوباية مية، يعني تكون مية ساقعة خالص، أي حاجة متاحة عندك. تفضلي بقى تضربي فيها كده خالص لحد ما تدي معاكي القوام المظبوط. بصوا، هو ده القوام المطلوب. هنا بقى كانت اصلا الكيكة يعني خلاص كانت بردت خالص. طبعا لازم تطلعها من الصينية وتكون بردت خالص علشان تطلع معاكي مظبوطة وما تسيحش معاكي الكريمة دي من فوق وصوص الشوكولاتة وكده. طبعا بصوا، هنا انا كنت سايباها اصلا، يعني عملتها وخلاص. بصوا السمك عندي مش عالي، انا كنت اصلا حابة ان هي تكون كده. هنا بقى احط عليها الكريم شانتيه. بصوا اصلا كنت حطيت كمان الكريم شانتيه في التلاجة شوية.
هنا بقى هسويها. بصوا بعد ما سويتها خلاص، حطها في التلاجة شوية. هنا بقى هرجع للصوص الشوكولاتة اللي انا شلته من الاول، لان كنت حيشاه من الاول. بصوا جبت عليه شوية لبن، هبدأ بقى ان انا افككهم بيه كده. بصوا يا حبيبي، يعني في ناس ممكن تحط زيت غلط، لا مش هتبقى كويسة معاك، مش هتطلع النتيجة حلوة في الاخر. طبعا هنا انا بقى يعني في غلطة حصلت معايا. طبعا انا لما حطيتها شوية جمدت معايا، يعني انا خلاص المفروض اعملها كده واحطها على طول على الكريم شانتيه. هنا بقى طلعت اصلا ان هي شويه معايا من الاول، يعني انا ما حشتش كتير، بس انا هعالج الموضوع. هنا كانت تقيله معايا. بصوا انا طبعا عالجت الموضوع، شويه لبن عليها وتبقى كويسه خالص، يعني خلاص حلينا الموضوع. طبعا عندك اي شوكولاتات، لو في جوز الهند ماشي، تزيني بس تشكيلة وخلاص، بس كتزيين كده. ولو مش حابة برضو ما تحطيش، زي ما انت حابة. بصوا هنا انا بدأت ان انا ازينها كده بشوكولاتة فورميسيه وجوز الهند. ولو انت برضو مش عايزة تحطي جوز الهند براحتك، مش عايزة تحطي اي تزيين لها برضو عادي. وهنا كده انا خلصتها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وكومنت الجميل بتاعكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس. هنزل لكم كل يوم بوصفة جديدة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم.